مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لكم هذا الخبر العاجل من دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. إعلان عن التماس رؤية هلال شهر شوال لعام 1439 هجرية 2018 للميلاد، حيث أنه من المحتمل ظهور هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس 29 من رمضان عام 1439 الموافق لل14 من شهر يونيو عام 2018 للميلاد إن شاء الله. وعليه فالمطلوب من جميع المسلمين أن يلتمسوا الهلال في هذا المساء المذكور، فمن رأى الهلال فعليه إثبات شهادته لدى أقرب مكتب فرعي لدار الإفتاء أو مجلس أوقاف. وعلى أي مكتب فرعي لدار الإفتاء أو مجلس أوقاف ثبتت لديهم الرؤية الاتصال بالمكتب المركزي لدار الإفتاء والشؤون الإسلامية بأسمرة برقم الهاتف 12 42 88. فإذا ثبتت الرؤية مساء اليوم الخميس إن شاء الله سيكون العيد يوم الجمعة 15 من يونيو الجاري، وإن لم تثبت الرؤية فيه فسيكون يوم غد الجمعة 15 من يونيو تكملة شهر رمضان 30 يوما، ويكون يوم السبت 16 من يونيو أول أيام عيد الفطر المبارك. عاده الله علينا وعلى العالم الإسلامي أجمع باليمن والبركة، وعلى وطننا العزيز بمزيد من التقدم والرخاء والسلام. كل عام وأنتم بخير. دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. أما الآن فأقدم لكم نشرة الأخبار لهذه الظهيرة وأستهلها لكم بأبرز ما جاء فيها. ورشة عمل لمكافحة الأمراض غير المعدية. تنمية قدرات المرأة في إقليم الغاشبركة. أنشطة الإريتريين في دول المهرج. منظمة الصحة العالمية تحذر من الحكم على قضاء الإيبولا. ميزانية أوروبية ضخمة من أجل الأبحاث المتعلقة بتطوير الأسلحة. ومقتل 15 شخصا على الأقل في غرق قاربين بإندونيسيا. كانت تلك عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بتفصيل. عقدت وزارة الصحة ورشة عمل يوم 12 و13 من يونيو الجاري بمستشفى أوروتا المرجعي لتنوير الشركاء بالأمراض المزمنة غير المعدية بهدف القيام بجهود منسقة لمكافحتها. وأوضح المدير العام بالإنابة لقسم الصحة العامة دكتور عندبرهان تسفاتسين في الكلمة الافتتاحية أن الأمراض المزمنة غير المعدية مثل ضغط الدم والجلطة القلبية والسرطان والأزمة والسكري من الأمراض المقلقة عالميا منذ فترة طويلة، وأن المبادرة هي لإقامة لجنة وطنية تعمل لمكافحتها وتخفيف أضرارها. وقدم الخبراء العاملين في مستشفى أوروتا المرجعي شرحا في الورشة حول أسباب أعراض وطبيعة هذه الأمراض، موضحين بأن هذه الأمراض تبدأ بالأنشطة اليومية التي يتم مزاولتها وأسلوب الغذاء والمكيفات، وتتطور تدريجيا ببطء. وأشار إلى أن التدخين والمشروبات الكحولية وعدم الحركة الكافية والغذاء غير المتوازن من الأسباب المستفحلة لهذه الأمراض. وذكر بأن إجراء الفحوصات الطبية المستمرة لترعف في الأوضاع الصحية وتناول جيد للدواء وضمان تنفيذ سياسة منع التدخين في الأماكن العامة وتقوية التوعية بشأن الأمراض غير المعدية، أسبابها وأضرارها، وتوفير عوامل السلامة في مكان العمل، واستئصال أساليب العلاج غير العلمية التي تزيد من هذه الأمراض تحتاج إلى كثير من الاهتمام. وقال مسؤول فحوصات الأمراض غير المعدية في قسم الصحة العامة السيد تسفل دت ولدأب لوكالة إيرينا إن 70% من هذه الأمراض مرتبطة بالنشاط اليومي للإنسان، وشدد على أهمية تضافر جهود كافة قطاعات المجتمع لإحداث تغيير إيجابي في العادات لمكافحتها. أعلن فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم الغاشبركة أنه يعمل لتوسيع تنظيم وتنمية قدرات المرأة ومكافحة العادات الضارة. وبحث فرع الاتحاد في التقييم الذي أجراه يوم 12 من يونيو بمدينة بارنتو تقوية التنظيم وتوسيع التأطير وتعليم المرأة وضمان ديمومته ومشاركة المرأة في النفير وتقوية اقتصاد وإنتاجية المرأة وغيرها من المواضيع. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة إحداقا يوهانس التحديات التي واجهت العمل ومبادرات حل النواقص والأنشطة المنفذة، داعية للعمل لتوسيع التنظيم ورفع المساهمة للتخفيف من المصاعب الاجتماعية والاقتصادية للمرأة. من جانبها أوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء تسفا ميكائيل أن تنفيذ وفعالية البرامج الموجهة للمرأة يرتكز على الوعي وتوسيع التنظيم والمشاركة القوية للمرأة، وشددت على ضرورة تقوية الأنشطة الموجهة للشباب.
جرت في مديرية موغولو انتخابات مدراء الضواحي ومساعديهم ولجان القرى في 6 ضواح بالمديرية. وقال مدير المديرية السيد أبراهام كيداني إن عملية الانتخابات هدفت إلى تغيير المدراء السابقين المنتهية فترة عملهم وحصول السكان على خدمات إدارية أفضل، داعيا المدراء المنتخبين لتحمل المسؤولية وخدمة المجتمع بتفان. وأكد المدراء المنتخبون على العمل القوي لخدمة الشعب بإخلاص. قام الإريتريون المقيمون في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا بأنشطة دبلوماسية شعبية. وعقدت اللجنة الوطنية في ألمانيا اجتماعا يوم 9 من يونيو في مدينة فرانكفورت لتقييم أنشطتها لعامين، وأصدرت قرارات وتوصيات تدعم أنشطتها. وأشاد القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس والدو اللجنة الوطنية لإسهاماتها لرفع وعي المواطنين في القضايا الوطنية وتعزيز مساهمتهم، مؤكدا مواصلة دعم السفارة لإنجاز مهامها والدفع بها قدما. وقال رئيس اللجنة الوطنية الدكتور تسفاي عبللوم إن أنشطة اللجنة تسير جيدا بدعم ومشاركة ومساهمة المواطنين عامة والتنظيمات الوطنية خاصة، وتجري أنشطة مستقبلية بمشاركة شبابية. في غضون ذلك عقد تنظيم شباب الجبهة الشعبية فرع ألمانيا مؤتمرا في مدينة فرانكفورت يوم 2 و3 من يونيو، وانتخب هيئة إدارية جديدة لمدة عامين. وشارك الإريتريون المقيمون في مدينة كيلن الألمانية في المهرجان السنوي الذي تقيمه إدارة المدينة بجناح ضم التراث الإريتري والموارد السياحية لإريتريا وفعاليات عكست وحدة الشعب الإريتري المرتكزة على الوئام والاحترام. من ناحية ثانية عقد أعضاء تنظيمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في المنطقة الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل يوم 10 من يونيو في مدينة دالاس لتقوية قدرات التنظيمات والدفع بمساهمة الإريتريين بالمنطقة في البرامج الوطنية. وتم التبرع في الورشة التي شارك فيها عدد كبير من الإريتريين المقيمين في مدن دالاس وهيوستن ونيو أورليانز 105 لوحة قراءة إلكترونية. من جهة أخرى عقد قنصل إريتريا العام في أستراليا السيد محاري تخسته سيمينارا للمشرفين على تنظيمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مدينة بيرث وبريسبن حول الأوضاع الراهنة في البلاد والخدمات القنصلية، وبحث تنفيذ البرامج. أعزائي المشاهدين، كانت تلك الأخبار الداخلية. فاصل قصير ووافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. حذر رئيس منظمة الصحة العالمية من التسرع بإعلان القضاء على وباء الإيبولا في الكونغو على الرغم من الدلائل التي تشير إلى أنه بات تحت السيطرة. وعبر مسؤولو منظمة الصحة العالمية عن تفاؤل حذر إزاء تراجع تفشي الفيروس الفتاك لأسباب من بينها سرعة توزيع الأمصال. لكن وزارة الصحة الكونغولية أبلغت يوم الاثنين عن أول حالة إصابة مؤكدة بالإيبولا في أكثر من أسبوع في منطقة إيبوكو الريفية. وقالت منظمة الصحة العالمية أن 2200 شخص حصلوا على تطعيمات، وأن إدارة الوباء ورصد الأشخاص الذين خلطهم الضحايا مضت بشكل جيد. وأودى ذلك المرض بحياة 27 شخصا منذ ظهوره مجددا في إبريل، وهناك 62 حالة إصابة أكدت الفحوص 38 منها. اقترحت المفوضية الأوروبية أن تخصص ميزانية الاتحاد الأوروبي ل7 أعوام المقبلة مبلغ 13 مليار يورو من أجل أبحاث وتطوير الأسلحة لدعم القدرات الدفاعية للكتلة الأوروبية. وسوف يتم توجيه الأموال لصندوق الدفاع الأوروبي الذي تم تدشينه عام 2017، حيث سيسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراته الدفاعية والأمنية في ظل التهديدات المتزايدة، بما في ذلك روسيا والشكوك بشأن التزام أمريكا نحو حلف شمال الأطلسي الناتو بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويهدف الصندوق إلى تقليص التكرار في البحث العسكري من خلال توفير حوافز للدول الأعضاء لجذب الموارد. ومع ذلك أكد الاتحاد أنه لا يهدف لإنشاء هيكل موازي للناتو، وأن زيادة التعاون الدفاعي يهدف ليعود بالمنفعة على التحالف أيضا. ويتعين الآن أن توافق الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي على مقترح المفوضية. قالت السلطات الإندونيسية إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قاربين وسط مياه هائجة، وأن أطقم الإنقاذ انتشرت للبحث عن عشرات يعتقد أنهم مفقودون. وتكثر حوادث قوارب نقل الركاب في إندونيسيا، خاصة في عطلة عيد الفطر عندما يعود الملايين إلى بلداتهم الأصلية برا أو بحرا أو جوا بعد رمضان.
وأرسلت كل من وكالة البحث والإنقاذ والشرطة والجيش زوارق سريعة وعشرات الأشخاص للبحث عن ناجين. وقال أمير الدين من الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في ماكسار إن الوكالة أنقذت 22 شخصا كانوا على متن القارب. تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على عدة حرائق غابات كبيرة في ولاية كولورادو الأمريكية، بينها حريقان في طرفين متقابلين للولاية تسببا في إخلاء أكثر من 3500 منزل وإغلاق غابة وطنية. وأكبر وأخطر الحرائق مشتعل منذ 12 يوما ويعرف باسم الحريق 416. وأتى هذا الحريق على أكثر من 23 ألف فدان من مساحات يغطيها العشب والشجر الجاف قرب بلدة دورانغو بجنوب غرب كولورادو. وقال مسؤولون بمقاطعة لا بلاتا إن أوامر الإخلاء لا تزال تشمل نحو 2150 مسكنا، كما نصحت السلطات سكان 500 منزل آخر بالرحيل فورا. وظل 7 حرائق على الأقل مشتعلة في مناطق مختلفة من ولاية كولورادو، وهو ما يمثل أكبر عدد من الحرائق في ولاية واحدة من بين نحو 30 حريقا مستعرا في 9 ولايات غربية مع اشتداد موسم حرائق الغابات لصيف 2018. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار الرياضية. فاز الملف المشترك لأمريكا وكندا والمكسيك الأربعاء بحق استضافة بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد تفوقه على ملف المغرب في التصويت الذي أجرته الجمعية العامة للفيفا في موسكو. وحصل الملف المشترك الذي يحمل شعار متحدون 2026 على 134 صوتا مقابل 65 صوتا فقط حصل عليها ملف المغرب. وستكون بطولة 2026 هي الأولى بمشاركة 48 فريقا ارتفاعا من الشكل الحالي للبطولة والمكون من 32 فريقا. وتبدأ بطولة هذا العام في روسيا، بينما ستستضيف قطر بطولة العام 2022. وتعهد مسؤولو الملف المشترك باستضافة بطولة من أجل العالم كله وتحقيق عائدات مالية قياسية. أعزائي المشاهدين، بهذا وصلت بكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذه الظهيرة من الفضائية الإريترية. كان معكم في التقديم نور الدين خليفة. دمتم بخير وكل عام وأنتم بخير.